فرجتكم على البارتيشن ده واحنا لسه بننفذه في البدايه. الحمد لله الشقه خلصت على خير والبارتيشن طلع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. كنا عاملينه عشان نخدم منطقتين، المنطقه اللي فيها الانتريه والسفره، وهنا الشقه صاحبها يمني فكان عايز يعمل منطقه كده نيو كلاسيك فيها قعده عربي بشكل معين، فعملنا حاجه تعمل فصل معماري ما بينهم وفي نفس الوقت يتحط عليها الشاشه عشان تخدم الجزئين. اتكلمنا عليها وهي لسه بتتعمل، قلت ان اي بارتيشن متحرك لازم يبقى بخامات قويه جدا، محور الارتكاز لازم يبقى قوي عشان ما يبقاش معرض للتلف ويبقى حاجه عملناها وشهر ولا حاجه وتبوظ. بيلف 180 درجه بس من خلال كليبسات هنا كده بتتحط، علشان لو لف 360 درجه الاسلاك دي كلها هتتلف مع الوقت او هتتلف من لفتين بس كده لو هو بيلف 360 درجه. استخدمنا الستانلس واستخدمناه برضو في اليونت اللي تحت عشان برضو يبقوا ماتشد مع بعض، واللون اللي تحت ده خدناه من الوان البديل الرخام اللي هو الاوبن بيكو ستايل ده. كنا مؤسسين في الجبس عشان نعمل الهيدن لايت اللي احنا شايفينه ده. في النهايه طلعت بالشكل ده، حققت لنا وظيفتين.